يا عشاق الكرة، أهلا بكم من جديد في قناتي. واليوم راح نحكي عن مباراة ريال مدريد المثيرة ضد ليغانيس في الدوري الإسباني اللي انتهت بفوز الريال 3. مباراة فيها كل شيء، إثارة، أهداف وأداء رائع. خلونا نشوف شو صار بالتفصيل. ريال مدريد دخل المباراة بقوة، وكيليان مبابي سجل ضربة جزاء في الدقيقة 38. لكن انتظر شوي، ليغانيس رد بسرعة بهدف لديغو غارسيا في الدقيقة 33، وبعدها داني رابا قلب النتيجة لصالح ليغانيس 2 حسم قبل نهاية الشوط الأول. شوط أول مليء بالأحداث. في الشوط الثاني ريال مدريد رجع بقوة. جود بيلينغهام سجل هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد ارتداد الكرة من العارضة، وبعدين اللحظة اللي كلنا انتظرناها، هدف مبابي الرائع من ضربة حرة في الدقيقة 76 حسم الفوز للريال. خلونا نتكلم عن نجوم المباراة. كيليان مبابي بدون شك نجم المباراة بهدفين ممتازين، وصار مجموع أهدافه هذا الموسم 33 هدف. جود بيلينغهام نشاطه وهدف التعادل غيروا مجرى المباراة. إبراهيم دياز أبدع على الجناح، وأردا غولر قدم أداء جيد بعد بداية متعثرة، ولاحظنا مهاراته في التعامل مع الكرة. وما ننسى فينيسيوس جونيور ورودريغو اللي دخل كبدلاء وكان لهم تأثير كبير، خاصة رودريغو اللي حصل على الخطأ اللي جاب هدف الفوز. لكن مو كل شيء كان مثالي. دفاع ريال مدريد كان فيه بعض الهفوات، واستقبلوا هدفين بسبب أخطاء. أنشيلوتي عنده شغل كبير لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم في المباريات الجاية. وبهذا نكون خلصنا تحليل هذه المباراة المثيرة. فوز مهم بيرفع رصيد ريال مدريد ل 63 نقطة، متساويين مع برشلونة في صدارة الترتيب. هل بيقدروا يحافظوا على هذا المستوى؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا على المشاهدة.